لو تليفونك رن الساعة 3 و17 دقيقة الفجر ولقيت اللي بيتصل رقم غريب، اوعى أبدا ترد، لأن ممكن يكون اللي بيتصل بيك ده واحدة ميتة من سنة 2008. خلي بالك. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا رضا وعمري 30 سنة، وطول عمري ما بصدقش أبدا في أمور الأشباح والجن، لحد ما في يوم سبت أهلي وسكنت لوحدي في شقة، وكانت شقة هادية وجميلة وقضيت فيها يومين زي الفل. ولكن في اليوم التالت اتفاجئت بتليفون بيرن عليا وأنا نايم، فقمت مفزوع لأني فكرت إن حد من أهلي حصل له حاجة. بصيت لقيت رقم غريب اللي بيرن، وكانت الساعة وقتها 3 و17 دقيقة الفجر. ففتحت وقلت: ألو، مين معايا؟ واتفاجئت وقتها بصوت عجوز جدا لواحدة ست يا دوبك قادرة تتكلم، وكانت بتقولي: ما تقفلش يا ابني التليفون، هو وراك دلوقتي. فاستغربت جدا من المكالمة دي، وفي لحظة بدأت أبص ورايا، ولكن وقتها ما لقيتش حاجة. فقلت لنفسي: إيه الهبل ده؟ وقفلت التليفون في وشها ومددت تاني علشان أنام. ولكن وقتها بدأت أحس إن المكان حواليا بقى بارد جدا. الموضوع بالنسبة لي كان غريب، لأن احنا كنا وقتها في شهر 6، يعني في عز الحر. المهم ما شغلتش بالي، وقمت شديت البطانية عليا ونمت، وعدى اليوم طبيعي جدا. ولكن تاني يوم وانا نايم برضه لقيت تليفوني بيرن. قمت مفزوع وبصيت فيه، لقيت نفس الرقم الغريب، والأغرب إنه في نفس الميعاد، الساعة 3 و17 دقيقة الفجر. ففتحت تاني ورديت وقلت: لو انت حد بتهزر فعيب كده، لان الناس بتبقى عايزة تنام علشان تروح لشغلها الصبح. فالصوت وقتها اتكلم وقال: بهزر ايه يا ابني، بقول لك خلي بالك، هو وراك دلوقتي. كان نفس الصوت بتاع الست العجوزة. ووقتها لقيت الموضوع بيتكرر تاني. الأوضة بقت باردة جدا، وكأنها اتنقلت من مكان لمكان تاني. وحسيت وقتها بإيد بتمشي على ظهري. فاستعذت بالله وبصيت حواليا، ما لقيتش حاجة، ولكن لقيت في حاجات في الأوضة بتقع لوحدها بشكل غريب. فطلعت جري من الأوضة ومن الشقة كلها، ونزلت في الشارع وروحت جري على بيت أهلي. وهناك حكيت لوالدي على كل اللي حصل. فوالدي تاني يوم كلم واحد صاحبه شيخ وقال له يروح على الشقة هناك علشان يشوف ايه الموضوع ده. وبالفعل الشيخ جه، وأول ما دخل الشقة لقيته بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: الشقة دي ريحها خبيث جدا. ولما سألني على اللي بيحصل وحكيت له، قال لي إنه أول مرة يسمع حاجة زي دي، وقال لي: عموما روح الشركة واعرف الرقم اللي بيرن عليك ده بتاع مين. وبالفعل سمعت كلامه ورحت الشركة، وهناك سمعت أغرب حاجة سمعتها في حياتي، وهي إن الرقم اللي بيكلمني كل يوم الساعة 3 و17 دقيقة الفجر، الرقم ده مقفول من سنة 2008، وكان لواحدة ست عجوزة. والأغرب لما سألت عليها لقيتها ميتة في حادثة من 2008. والمرعب أكتر إن الحادثة دي حصلت في الشارع اللي فيه الشقة بتاعتي. فقررت وقتها إن أسيب الشقة، ولكن المرعب لما رحت ونقلت في شقة جديدة، وكانت بعيدة جدا عن الشقة دي. بعد يومين بالظبط لقيت تليفوني بيرن في نفس الميعاد، الساعة 3 و17 دقيقة الفجر. والمرعب أكتر إن لقيت الباب بتاع الشقة بيخبط. فوقتها ما ردتش على التليفون، وقمت جري شغلت قرآن ودخلت الحمام، اتوضيت وصليت وقعدت. وتاني يوم رجعت تاني وقعدت مع أهلي وكسرت الخط بتاعي. والحمد لله من وقتها ما بقاش بيحصل معايا حاجة غريبة. ودي كانت نهاية القصة. نخش على القصة التانية. لو حد قالك بلاش تدخل المكان ده وحذرك، يا ريت تسمع كلامه، وبلاش تخلي فضولك يوديك للمكان ده برجليك، لأن وقتها ممكن اللي تشوفه يشيب شعرك حرفيا. ازيكم يا أبطال؟ القصة دي واقعية على لسان شاب اسمه شريف، حكاها لي وبيقسم إنها حقيقية، وقال لي إنها حصلت له في بيت جدته اللي في المنوفية. واسم القصة دي غرفة عمي المقفولة من 20 سنة. بيقول شريف: وأنا صغير كنت متعود بزور جدتي في البلد كل صيف تقريبا، وده لأن بيتها كبير ومتعود بلعب فيه أنا وقرايبي اللي هناك. ولكن كان في أوضة واحدة دايما مقفولة بالمفتاح، وكانت على طول جدتي بتحذرني منها وتقول لي:
اوعى تقرب لها. ولما كنت بسألها هي لمين كانت بتقول لي إنها بتاعت عمي الله يرحمه، وموجود فيها شوية حاجات بتاعته سايبينها للذكرى. بس أنا بقى معرفش عمي ده شكله عامل إزاي، ولا عمري حتى شفت له صورة قبل كده. المهم عدت السنين، ولما كبرت رحت علشان أزور جدتي تاني وأنا لوحدي. كنت رايح يعني علشان أبص عليها ولو محتاجة أي حاجة أعملها لها. وبالفعل قعدت أنضف لها البيت، وأنا بنضف الأوضة بتاعتها لقيت صندوق قديم، وكان بالنسبة لي أول مرة أشوفه، وكان مكتوب عليه سامي، وسامي ده كان اسم عمي. المهم الفضول بتاعي خلاني أفتح الصندوق وأشوف فيه إيه، ووقتها الغريب إني ملقتش غير شيء واحد بس جوه الصندوق، وهو مفتاح قديم. فوقتها حسيت إن ده مفتاح الغرفة بتاعت عمي، وفضلت أقول لنفسي لأ بلاش أخده، لأن جدتي حذرتني من الأوضة دي. ولكن الفضول، اللعنة اللي ملازمة كل واحد فينا، الفضول خلاني ما سمعتش صوت الداخلي وخدت المفتاح. وبالفعل استغلت إن جدتي موجودة في الحمام، ورحت عند الأوضة المقفولة من 20 سنة، وقررت إن أفتحها وأشوف إيه اللي جواها. وبالفعل قربت وفتحت الباب، ووقتها لقيت ريحة تراب وخنقة قابلتني في وشي. ولكن الحاجة جوه كانت مترتبة وكأن حد عايش فيها سرير ودولاب وتسريحة فيها مراية قديمة. فالمهم ما وقفتش على الباب كتير ودخلت. وانا دخلت من هنا وسمعت الباب ورايا بيزيق، وفي اقل من ثانية وقبل ما اوصل له كان اتقفل. فاتخضيت جدا وحاولت افتحه، ولكنه ابدا مش راضي يفتح، وكأن حد قفل عليا من بره. ووقتها وبشكل مرعب بدأت اسمع صوت خطوات ماشية حواليا في الأوضة، ولكن أنا مش شايف أي حد. لحد ما فجأة حسيت إنها بقت واقفة قدامي، وساعتها عيني بدأت تروح على مراية التسريحة. ووقتها من الصدمة والرعب فضلت أصرخ وأنا بنادي لجدتي. المراية كانت جايباني، ولكني ما كنتش لوحدي في الأوضة. كان في حد واقف قدامي بالظبط، شكله بشع، كان مكان عيونه فاضي وأسود، ووشه ممسوح من الملامح، وكان تقريبا في نفس جسمي بالظبط. وكان باين في المراية إنه بيقرب عليا أكتر، وكان بيقول ليه فتحتها؟ أنا محبوس هنا بقالي 20 سنة وكنت مستنيك. ففضلت وقتها أصرخ أكتر وأنا بنادي لجدتي. ووقتها فعلا لقيت الباب بيتفتح وبتشد لبره والباب بيتقفل، وكانت جدتي. وساعتها خدتني في حضنها وقالت لي مش قلت لك ما تقربش للأوضة دي؟ فسألتها وقلت لها وأنا مرعوب إيه اللي شفته في الأوضة ده؟ جدتي بصت لي بحزن وهي بتتنهد وزعلانة وقالت لي ده عمك سامي، أو قرينه، أو ممكن يكون جن واخد شكله. وقالت لي إن عمي في أواخر أيامه كان مهتم جدا بأمور السحر، وكان بيسهر على الكتب بتاعته ليل ونهار، لحد ما في يوم من الأيام سمعوه بيصرخ جوه غرفته. ولما دخلوا عليه الأوضة بتاعته لقوه مبرق لفوق وما بيتنفسش. ومات عمي في ظروف غامضة، ومن اللحظة دي والأوضة بتاعت عمي ما بقتش بخير. أوقات يسمعوا فيها حاجات بتقع، وساعات تانية بيشوفوا حد بنفس ملامحه واقف في نص الأوضة. ولكن طبعا هم عارفين إنه مش هو، لأن زي ما قلت لكم هم دفنوه بإيديهم. ولما طلبت إن أشوف صورته وورتهاني اتصدمت. عمي يعتبر نسخة مني حرفيا، فيمكن علشان كده كان بيقول لي إنه مستنيني من فترة طويلة. أيا يكن أنا خدت عهد على نفسي إني مش هخلي أبدا فضولي يحركني تاني، لأنه كان في لحظة هيضيعني. ودي كانت نهاية القصة. نخش على القصة التالتة. بسبب إن بياخد التليفون مع الحمام، الجن جهزوله ليلة مرعبة. ازيكم يا أبطال؟ شاب بيحكي وبيقول أنا عز وعندي 19 سنة، وحصل معايا موقف مرعب جدا. مبدئيا كده أنا شاب عندي إدمان على التليفون، بمعنى إني طول الفترة اللي صاحي فيها تقريبا التليفون دايما معايا في كل حتة، حتى في الحمام. أنا على الحال ده يعني بقالي زمن مش لسه قريب، ولكن اللي حصل معايا من 3 أسابيع بس كان أول مرة يحصل. أنا في العادي بتاعي كل يوم وأنا نايم بشغل القرآن وأسيبه، وأول ما بصحى بطفيه واخد التليفون معايا الحمام زي ما أنا متعود. ولكن في اليوم المرعب اللي بقولك عليه كنت مش نايم كويس أبدا ومش مركز. فلما قمت من النوم خدت التليفون ودخلت على الحمام، ولكن أكبر غلط
إني نسيت أطفي القرآن منه، وكنت مش مركز لدرجة إني سبت التليفون في جيبي شغال على القرآن، وكنت قاعد شبه نايم لحد ما فجأة سمعت صوت صرخة في ودني مرعبة جدا. فقمت جري وانا عمال اقول ايه يا ماما مالك، ولكن لما طلعت لقيتها واقفة عادي بتعمل الاكل في المطبخ. فجريت عليها وقلت لها انت صرختي؟ قالت لي صرخت؟ لا يا ابني والله الحمد لله. ليه انت سمعت حد بيصرخ؟ فقلت لها ايوه. فقالت لي انا ما سمعتش والله، بس خير يعني الحمد لله. انا اصلا وقتها كنت سامع الصرخة في ودني وانا في الحمام، وكأن اللي بتصرخ دي واقفة جنبي أو معايا جوه. فوقتها رحت وقعدت على السرير شوية وأنا متوتر، وساعتها سمعت صوت القرآن البسيط. بطلع التليفون من جيبي لقيته شغال على القرآن، وعرفت إن أنا نسيت أطفيه قبل ما أدخل الحمام. فهنا بدأت أربط الأحداث ببعضها واتخضيت وقلت يمكن ده السبب اللي خلاني سمعت الصوت ده في الحمام. المهم انشغلت اليوم ده في كذا حاجة وعدى على خير لحد ما جه الليل وروحت على البيت. وساعتها من بهدلة اليوم دخلت علشان استحمى، ومن هنا بيبدأ الرعب. وانا واقف بستحمى والصابون مالي وشي بدأت اسمع صوت همس غريب جنب ودني، مش عارف هو بره الحمام ولا جوه. ففضلت اقول حد بره، يا ماما يا بابا يا عيال، ما حدش بيرد. فوقتها بدأت انزل الصابون بسرعة من على وشي علشان افتح عيني. ووقتها اول ما فتحت عيني فجأة النور طفى وسمعت نفس الصرخة في ودني. ففضلت اصرخ انا كمان وانا بدور على الباب علشان اطلع. ووقتها فتحته وطلعت جري ودخلت بسرعة على الأوضة، غيرت وناديت على اهلي وحكيت لهم. الكلام ده حصل من 3 أسابيع، ومن وقتها وانا بتعالج تحت ايد شيخ. فادعوا لي ان ربنا يكمل شفايا على خير.